من آلاف السنين وناس كتير بتدفن الموتى بتاعتهم بطرق مختلفة، واحنا عارفين ان لكل شعب ثقافة وطقوس جنائزية خاصة بيهم، ده من خلال المعتقدات المعروفة والتقاليد الخاصة بيهم اللي بتختلف من شعب لشعب. وفي فيديو النهاردة هنشوف معتقدات غريبة ممكن ما تكونش سمعت عنها في حياتك. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. طقوس ساتي الهندية. المقصود من كلمة ساتي دي هي حرق الزوجة، والجماعة دول بيقوموا يحرقوا الزوجة بعد وفاة زوجها أو يجلدوها لحد ما تموت. لكن الحقيقة أنا معرفش إيه ذنبها إنه بيقتلوها، لكن اللي اتقال إنهم بيعملوا كده لأنها ممكن تكون زوجة نحس أو ما تستحقش الحياة لأنها سبب في موت زوجها. أما في غينيا بتر الأصبع، في القبيلة دي ليها عادة غريبة لما تدفن الموتى بتاعتهم، وهي إنهم بيقوموا يبتروا صباع من الميت وبيحتفظوا بيه كتذكار، وده اللي بيعبروا بيه عن حزنهم الشديد لوفاة الميت. والعادة دي اتطورت لبعد كده، وكانوا بدل ما يحتفظوا بصباع الميت بعد وفاته، لا بدأ يقطعوا الصباع ويحرقوه، وبعد كده يحطوا الرماد بتاعه جنب الميت، وده كان بيطبق على جميع الأفراد حتى الأطفال والإناث. أما الدفن المعلق ده، دي أغرب حاجة مرت عليا، هو إن الشعب اللي كان اسمه بو، ودي قبيلة في الصين، كانت معتادة على تعليق توابيت الموتى الخاصة بيها، لو بيحطوا التوابيت دي في أماكن خطرة. ولما اتعملت حملة استكشافية على القبيلة اللي اسمها بودي، وجدوا ان التوابيت معلقة في شقوق بالمنحدرات او في كهوف التلال المرتفعة اللي بيصعب الوصول اليها. والباحثون قالوا ان تعليق التوابيت بالشكل ده بيرجع انهم بيخفوا التوابيت عن ايادي اللصوص، او عشان ما تتسرقش يعني، وعشان تبقى محمية من اللصوص. اما طقوس الموت في القبائل الاسترالية القديمة، القبائل دي كانت بتطبخ الاموات الخاصة بيهم، بعد كده بتجمع السوائل الخاصة بيها وتستخدمه كدهان للشباب، عشان هما بيعتقدوا ان السوائل دي اللي بتنزل من الميت بتكسب الشباب القوة. وفي قبيلة تانية كانوا بياخدوا جماجم الأموات ويحولوها زي القلل بيستخدموها للشرب على المدى الطويل لتظل ذكرى للميت. لو في قبيلة تانية استرالية كانوا بيقوم بتجفيف الموتى في الشمس ويعملوا فجوة في الشجرة ويحطوا الجثة فيها عشان تبقى على اتصال بالعالم الآخر. أما دفن الموتى في المكسيك، دول بقى لما بيدفنوا الموتى ما بيزعلوش زينا، لا دول بيعملوا احتفالات ورقص آخر دلع، وكمان بيلبسوا ملابس مخيفة وبيستخدموا الجماجم والعظام زي أدوات الزينة كده. وهم شايفين كمان إن لما حد يزعل على الميت دي صفة مذمومة ويعتبر سلوك غير محترم. بس لحد هنا أتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناة. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.